ضيف اللي على التليفون ممكن يكون عنده الاجابه مع المهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. صباح الفل يا باشمهندس. كابتن شوبير طبعا كمان وحشني جدا وزعلان علينا يا كابتن، عايزين نشوفك حبيبي على عيني وراسي، ربنا يخليك. مبروك نهايه الدوري يا حاج محمود. مبروك لنا كلنا يا كابتن والله، يعني شايفه يعني بدايه مش نهايه، بدايه لعوده الكيرف للصعود مره اخرى بعد ما كنا وصلنا للصفر. صحيح. بعد توقف النشاط وكلام من ده، فاحنا بنبدا تدريجي دلوقتي وعايزين نبدا في خطوات كده ان شاء الله بمعاونات الناس كلها نوصل نرجع تاني للكاس عالميا. ولما 2008 والانجازات زي ما سلمتوا اتحاد الكوره في 2008 الكاس عالميا، نتمنى ان شاء الله احنا نبدا واللي يجي ورانا يكمل عايز نرجع للسابق العهد ان شاء الله. دوري قعد 323 يوم، رقم قياسي. رقم قياسي. معلش خليني اسالك، قضيه الداخليه والجونه النهارده في اجتماع في الساعه 6 ان شاء الله، في اجتماع اللاعبين. انا جاي من الساحل الشمالي سيء عشان عندنا اجتماع النهارده. فاضل لنا بس اقوال الانتاج الحربي، اداري بتاع الانتاج الحربي، وتكون عندي الملف كامل وان شاء الله ناخد القرار الصعب ان شاء الله النهارده. يكون يعتمد في مجلس اداره الاتحاد في غدا ان شاء الله. طيب قضيه محمد حمدي زكي لاعب الاتحاد، خدنا اقوال اكتملت تماما حضرتك باقوال محمد حمدي رافض يجي الاول قبل شرم الشيخ، وانا قلت لو هو ما جاش انا هوقفه. فمشكورا جه مع المستشار القانوني نادي الاهلي. اللعيب اتكلم الكلام انه ما كانش عنده مشكله ان كان انتماء لنادي الاهلي لنادي الاتحاد. الراجل طلبوا منه ان هو يوقع على العقد في بعد سنتين من العقد ما اعترضش، وفضلوا وبرضه مطلوبه ما تستلموش العقد الجديد. بعديها قالوا العقد ضاع، واستعانوا بالكابتن طلعت يوسف وانا اتاكدت بالكلام ده، وكابتن يوسف صادق قالوا العقد الثاني برضه ضاع، فبعدين ده كنا بنساب للنادي وكابتن نزلنا عقد جديد مره الولد عقد جديد كان جديه، وبرضه ما حدش العقد، واصبح اللي موجود العقد القديم اللي هو الجديد. دي خلاصه اقواله. تقاضى اموال طرديه بنحضرها دلوقتي عشان ربنا وفقنا برضه للقرار الصعب النهارده. اعتقد كده قصه موضوع حمدي زكي باينه. احمد الشيخ حتى الان مفيش شكوى النادي الاهلي ما تقدمش في حاجه. اللي كان كله طلب من النادي الزمالك حاطط فيه العقد بينه وبين جالك شكوى من الزمالك؟ في شكوى حفظ حق العقد قديم ممضي باربع نسخ ومعاه طب مش العقود القديمه دي اتلغت يا حاج محمود؟ نعم، احنا كنا العقود القديمه كنا محددين لها اخر ميعاد ده 30 يوم الخميس 30/7. هو جابه في اخر يوم. ومعاه استماره ومعاه مذكره قال حس فيها الموضوع ان هو اتعاقد معاه واداله 10000 جنيه وقال معاه. وفي اتفاق ثنائي ما بين نادي المقصه بيمثله محمد المدير عضو المنتدى المدير المالي محمد مجدي، وما بين نادي الزمالك يقول فيه ان هو يشتري 3 لعيبه، وائل فراج وباسم عبد العزيز واحمد الشيخ 15 مليون جنيه، هيدفع 7.5 كاش، والقسط 7.5 تانيين بضمان الرعايه محمد كامل الاقساط الخاصه بالرعايه بالفونديشن. هو ده خلاصه العقد. الغرض منه من نادي الزمالك ان هو يقبل ان هو يتفاوض مع اللعيب وامتد عقده، يتفاوض معاه بموافقه النادي مش بدون علم النادي، فاجراءات سليمه. طيب بس هو ده الموضوع. فانا بالتالي طبعا مش هبدا احقق في حاجه لما اشوف الموقف انه هذه الاوراق لا ده تفيد لا تكفي في القيد، ان القيد لابد يكون معاه استغناء، ولا يوجد استغناء من العقد ضمان حقوق ماليه، لكن لا يوجد استغناء، فانا ما اقدرش اعيد اللعيب. طيب سؤالي لو ثبت انه كان موقع لناديين، يعني هتبقى العقوبه زي السنه اللي فاتت نفس هو ده هي بقى التحقيقات هتبين. لا انا بقول لك مثلا خلينا نفترض انه كان مع ناديين. اقول لحضرتك العقوبه اي لاعب وقع على نادي مش احمد الشيخ. عقوبه اي لاعب اتعدلت المره اللي فاتت، اتعدلناها اللي كانت من شهر 6 اصبحت 4 شهور. 4 شهور اذا لم يتقاضى اموال، 6 شهور لو تقاضى اموال سددت. هي
لا نتيجه زائد الغرامه الماليه في كابتن حسن. طيب زائد الغرامه الماليه في كابتن حسن. عقوبه اي لاعب يثبت توقير النادي، لاعب محترف. لاي لاعب بقى، محمد سالم، احمد الشيخ، لاي حد تنطبق عليه. اي حد. لكن لن يعتد باي عقود قديمه بعد يوم الخميس 30/7. لكن لو لاعبين بقى، لو جات لي شكوى من لاعب ماضي على عقدين جداد هتحاسب برضه بنفس الطريقه. طيب النادي الاهلي بس يا كابتن شوبير قبل ما اخلص وقتين، احنا النهارده لاول مره في مصر حدث برضه اعتقد ان هو اضافه لتطوير الكره المصريه، سيكون جميع الاوائل بتقول اول يوم النهارده في القايمه الاولى كلها بالسيستم. النادي هو اللي هيدخل القايمه، انتوا الترانسفير بتاع اللعيب، كل اللعيب حتى اللعيبه الدوليه. النهارده الزمالك الاهلي الساعه 12:05 انا متابع مع وليد عطار، الاهلي طلب بطاقه 2 لعيبه الاجانب، الاهلي طلب استعلام على السيستم لصالح جمعه عشان الخمسه الاضافي. الزمالك نفس الكلام، ايد محمد سالم عشان ايمن واحمد فتحي بطاقه القدر. ايضا طلب 4 لعيبه ولسه الخامس لسه ما عملوش. نادي الاتحاد السكندري ونادي انبي عندنا مشكله عشان طبعا السيستم بقى هيحل مشكله. عندنا مشكله في لعيبه الاثيوبي اللي هرب، بس الاثنين تنفيذ في نفس الوقت. طاقته الدوليه راح مضى في انبي وكان ماضي في الاتحاد وقفناها. بس برضه بيقولوا الاتحاد ما وثقش عقد. بتاع مين؟ بتاع الاثيوبي برضه. دي مشكله ثانيه. لا موثق، هو موثق، بس التحقيقات هتبين الموضوع انه المشكله يا كابتن شوبير اللي هو اميدو اوكري. مشكلته ان هو فسخ العقد من طرف واحد، وده كان من حق الاتحاد اشتكاه، لكن الاتحاد خطا فادح انه اتصالح معاه. لما جت اتصالح معاه من غير ما يحط ضوابط مهمه والتصالح معاه معناه تنازل عن الشكوى. لكن كان تم اصدار بطاقه مؤقته للاسف الشديد، وده ممكن يضيع حق نادي الاتحاد السكندري. اتمنى يعني ان احنا نشوف نعمل حاجه برضه مش هتبقى الاحداث لما ده تبقى مرجعيتها وحكمها الاتحاد الدولي انه اصلا خلاص. النادي الاهلي كان زعلان منك لانك في تصريح معاه هنا قلت ان احنا بعتنا النادي الاهلي اكتر من مره عشان تسليم الدرع وما سلموهوش، وبعدين اتضح ان ما كانش فيه خطابات رسميه راحت للنادي الاهلي على الاطلاق. الموضوع ده حصل هجوم شديد من النادي. حصل بالظبط يا كابتن ان انا الكلام ده اتقال لي شفوي من العميد ثروت سويلم، وفعلا هو طلب كذا مره شفويا. كان في كلام على اعتراض وانا قلت نفس الكلام اللي اتقال انه على العمليه الشفويه، ودي العلاقه اللي بيننا مش علاقه يعني. لا بس خلي بالك يا حاج محمود، ما انا مش هطلع درع من النادي الاهلي شفوي، ممكن اي حد ياخده. ايوه مش قصدي يعني الحاجات دي تمشي بمخاطبات رسميه، ده الطبيعي يعني. كلامك صح. بس بعد التربص بقى يا كابتن شوبير عايز اقول لك ايه، لما يحصل يا كابتن شوبير مثلا يقول لك ايه، بعت لك جواب بعد ما خلص يقول لك ايه، ده تيجوا تاخدوه، انتوا اللي تيجوا تاخدوه، لو ما جاش هوديه الاسم. انا بقى المساعدات دي لا، ما انت تبعت مندوب، ما هو الطبيعي يا حاج محمود. حضرتك اهلاوي وانا اهلاوي، ما حدش بيتقدر ربنا. هو الاهلي مش محتاج ان محمود علام يفرد صدره على لا بس عايز اقول لك حاجه ده ما كانش نص ايه ثالث عن حدها. لا بس عايز اقول لك حاجه، عشان يطلع يقعد في الجنينه يقول انا قلت لهم. هو ده مجلس اداره صالح، احنا مجلس محترم، احنا خدمنا للاهلي من غير مزايده. انا ايدت يا كابتن شوبير اول مره قلت قدام حضرتك قايمه على مسؤوليته الشخصيه، قايمه اضافيه قبل القايمه الاولى، خالف تعليمات يكتب تعرض الكيس عشان النادي الاهلي يستاهل مننا كده، وعشان حقه وعشان مساهمته لمصر. النهارده يجي يطلب من النادي اي تسهيلات في المشكله، في تداد، في تاخير شيكات، عمرنا ما نتاخر. لكن نقعد نزايد بقى ونقلل من قيمه الناس، نقلل من قيمه الاتحاد واعضاء الاتحاد. مش ده اللي هيكبر الاهلي كبير ومش محتاج انك تصغر الاتحاد. اتحاد الكوره بيدير الكوره انا بس ولازم هو يحترمه. تمام. هو النقطه تجاوز كل الحدود يا كابتن شوبير. عايز اقول لك وطايح فينا كلنا. طب حد فينا. انت كنت بتأيد، انت كنت من اشد المؤيدين للقائمه دي. مش قصدي على القايمه، انا بتكلم على محمود علام تحديدا. ما هو بينفذ تعليمات مجلس الاداره يا حاج محمود. معلش هو مش معقول يعمل هذا الاحتقان بيننا في اتحاد الكوره من غير سبب بيطلع حضرتك بيتكلم بطريقه وحشه على الاتحاد مره واثنين وثلاثه و10. طب ليه؟ انا بس اسالك سؤال، ما بعتوش جواب ليه؟ مجرد سؤال، ما بعتوش جواب ليه؟ ما تبعت جواب. ما بعت لك جواب تاني يوم هقول لك ابعت جواب معاه مندوب يا حاج محمود، القصه بسيطه يا عم. ده حاجات مؤسسيه، حاجات لوائحيه، ما تزعلش في حاجه يا حاج محمود. تكون النيه سليمه. يعني احنا سلمنا له الجواب، يعني هيروح فين السنه؟
يعني هو معاه جواب. معلش هو الطبيعي انه خطاب. انا معاك يا بيه، بس العلاقه مش انا معاك هي المشكله العلاقه المفروض ابسط من كده. او الموضوع وانا لما اتكلمنا كنا بنتكلم بهدوء برضه. الموضوع برضه في توتر، الدنيا بتتقلب، احنا عايزين نهدي الدنيا عشان العمليه مش مستاهله. والاستاذ محمود علام برضه يعرف ان في اتحاد كوره، في ناس محترمه برضه عشان احنا بنحترمه، لكن انت هتفضل تتغلط فيا. دول الاعضاء دول ودول بيديروا مراكز شباب، وينفع كابتن شوبير يطلع على لسانه يجيب تجديد يقول لك مين ما ينفعوش يديروا دوره رمضانيه؟ هو ده يرضي كان كمجلس اداره ان المدير التنفيذي يا متحدث